السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم المميزة اللي كلها تحذيرات عن المخاطر فين. قناة يوميات عماد وداليا. طبعا امبارح لاحظت حاجة، كان في عميلة هيتصل عليها، فأنا برضو بنبهكم عشان خاطر تاخدوا بالكم. تمام. أنا كان في عندي عميلة كانت بتحجز لجوزها. تمام. الراجل دوت جالي، حجزت له سقط، عمل له تظلم وسقط. تمام كده. دخل تالت مره وبرضه سقط. المهم طبعا على كده طبعا اخبار العميل انقطعت يعني. ففوجئت بيها امبارح، دخل عليا بتقول يا استاذ احمد، انا في واحد قدم لي وقال لي انا جبت لك الجواب. تمام. قلت لها معلش، يعني ايه يعني؟ اولا انا قلت لك يا مدام لما نيجي نقدم هنقدم على اول السنه عشان تكون العلاقات البسيطه اشتغلت يعني. لكن انت برضه ما سمعتيش كلامي، ماشيه ورا ناس الله اعلم الراجل دوت وضعه ايه ولا نيته فيها ايه. لكن على العموم قبل ما تقابل الراجل خش المجالس جوه الاول، اديله بتاع جوزك وقول له بعد اذنك انا عايز اشوف اخد النتيجه بتاع جوزي. طبعا لما دخلت جوه لقيت الراجل ساقط نهائي واصلا ملوش نتيجه. تمام. انا عايز اقول لكم طبعا ده فضل ربنا سبحانه وتعالى اللي الهمني ان انا اقول لها كده يعني. المهم دخلت شافت الدنيا، قالت لي لا يا استاذ احمد ده طلع سقط وكلام من ده. قلت لها بقى هتروح الراجل بقى اللي قال لك انا قاعد مستنيك على القهوه دوت، قول له بعد اذنك فين الجواب بقى اللي انت قلت لي عليه. وهو طبعا الراجل اصلا قال لها ايه؟ قال لها انا هطلع لك الجواب ب 2000 جنيه. تمام. فطبعا راحت له، الراجل طبعا كان ضارب جواب. تمام. خدته منه، قامت بقى مولعه عليه الدنيا. فيا جماعه لو سمحتوا بجد والله انا مش عارف ازاي انتوا مش عارفين تقيموا المصلحه فين وفين الكويس وفين الوحش. انتوا ليه تمشي ورا النغمه الجميله اللي يقول لك عينيا ورجليا وقفايا؟ الكلام ده والله العظيم ما بياكلش عيش. الكلام ده مش صح اصلا. الحاجه التانيه برضو معلش، في ناس مستفزه يعني بتسرق، يعني لا مؤاخذه في الكلمه، انزل منشور على الفيس اقول يا جماعه انا مكتب حجز مواعيد بس وما بتعاملش مع حد غير اللي حاجز معايا. الواحد يقول لي طب انا دخلت عملوا كذا اعمل ايه؟ انا مالي يا سيدي؟ يا سيدي انا مالي؟ بص، زي ما انت مش فاضيلي انا كمان مش فاضيلك. انا مكتب بحجز واساعد، انا مكتب بدفع ايجار، ما تشغلنيش معاك. وبعدين في نقطه برضه عايز اقول لكم عليها، انا ليه اصلا اللي حاجز مع نفسه انا مش بساعده؟ افهمكم بقى. اولا انا كراجل بدفع ايجار مش هضيع وقتي معاه على الفاضي، وكراجل عندي ضمير ما ينفعش ابيع له معلومتين بفلوس، لان ممكن ابيع له المعلومه يسعد يقول الراجل ده نصب عليا. فانا شغال بمبادئ اسمه حقي وحقك والكرامه. اللي حاجز عندي باخد حق الحجز واساعده الباقي دوت لوجه الله. لو نجح او خير بره خير وبركه، حلوه سمعتي. ماشي. لا قدر لو سيت مش هيلوم عليا. صح. فبعد اذنكم يا جماعه ما تمشيش ورا الكلام المعسول ويقول لك انا هعمل، واحد يقول لك انا هعمل لك تقرير 100 برضه الكلام ده مش صح. على فكره عمري في حياتي الحمد لله ما مشيت شمال ولا كمان خليت عميل يمشي شمال. ده بالعكس، الزبون بقول له اعمل التقرير بتاعك بما يرضي الله، وبشوف ايه اللي عنده اقول له ده كل دوت تحطه. لكن في ناس تانية اغبياء. هقول لكم بقى يعني النصابيه بتيجي منين. هو اللي بيقول لك مثلا احجز لك وانا بحبك وانت جدع، بيعمل ايه بقى؟ اولا بيكتب لك تقرير شكليا حلو، لكن اللجنه شايفه ايه؟ شايفه اصلا ان الحاله مالهاش علاقه بالتقرير المضروب اللي جاي ده. فامشوها بالحلال والله العظيم. والله العظيم اقسم بالله العظيم ما الحلال حلو، والله العظيم حلو. ماشي. مش اي حد يقول لك انا هعمل لك واخلص لك واسوي لك. انا جالي واحد زمان كان حد عامل له كارت خدمات وسليم، بس طبعا ده شمال برضه. يعني ايه شمال؟ الراجل دوت معمول له تقرير مضروب مع موظف ما عندوش ضمير وطلع للشخص الكارت. فالراجل قاعد قدامي انا عايز احجز عربيات. ايوه يا عم العلاقه اللي عندك ايه؟ قال لي حركيه. قلت له ايوه فين الحركيه اللي عندك؟ فين؟ انت سليم زي الفل. قال لي بس بصراحه في واحده مش عارف اسمها ايه، وقال لي اسمها انا مش هذكر اسماء. في واحده مش عارف اسمها ايه، الست ديت قالت لي انا هنطلع لك الكارت وهنجيب لك الجواب وهناخد مش عارف منك مبلغ قد كده. تمام. خدت منه المبلغ وعملت له الكارت، وطبعا لما يخش عربيتها هيسقط. ماشي.
يا جماعه امشي عدل يحتار عدوك فيك، اسمعوا الكلام. امشي عدل يحتار عدوك فيك، خد حقك وادي الناس حقها، وبلاش الشطاره بجد، ولا بلاش الشطاره. الشطاره مش هتكسب اصلا ولا تاكل عيش. كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.